28 مايو سنة 1992 نشرت جريدة مصرية قصة حقيقية عن خبر بيتكلم عن أذكى نصابة في مصر واللي أطلقوا عليها لقب أرسل بين المنصورة. القصة بدأت مع الطفل أحمد شريف مصطفى اللي عنده 7 سنين وكان طالب في مصلحة الإصلاح الابتدائية. أحمد وقف قدام النيابة مرعوب وماسك هدومه وبيحكي عن الست النصابة، واللي اتعرف بعد كده إن معظم جرائم النصابة دي كانت بدايتها الأطفال، وما كانتش بتنصب غير وهي لابسه نفس اللبس وعامله شعرها نفس التسريحه واسلوبها في السرقه واحد. واحمد حكى انه رجع من المدرسه على الظهر ففتح له باباه الباب، وبعدها خرج باباه عشان يجيب اخته الصغيره من المدرسه، وقعد احمد مع اخوه الصغير عادل. وبعد كده سمع احمد الباب بيخبط بس ما فتحش، وسال من ورا الباب مين اللي بيخبط. قالت له النصابه انها دكتوره سحر زميله مامته في الشغل، وانها كانت جايه تدي باباه حاجه بس شافته ماشي بالعربيه وما لحقتوش للاسف. وقتها اطمن احمد وفتح الباب نص فتحه وبدا يتكلم معاها. طلعت النصابه من جيبها سلاسل وقالت له دي بتاعت ماما، وان مامته بعتاه عشان يحطهم في العلبه بتاعت الذهب اللي في الاوضه. احمد دخل الاوضه وجاب لها علبه الذهب وقال لها هي دي ولا لا؟ النصابه قالت له لا، روح هات الثانيه. راح احمد يجيب الثانيه وقال لها هي دي ولا لا؟ قالت له لا، روح هات التالتة. احمد رجع عشان يجيب لها التالتة بس ما لقاش حاجه، ورجع لها تاني وقال لها هم دول بس اللي موجودين. النصابه قالت له خلاص خد العلب دخلهم جوه وخلي بالك احسن حد ياخد منها حاجه. مشيت النصابه وفتح احمد العلبتين لقاهم فاضيين، وفضل احمد يصرخ وخاف جدا وكان مرعوب من اللي ممكن ابوه وامه يعملوه فيه. بس النصابه دي كان عندها عاده غريبه انها تعمل عمليه السرقه في بلد وكانت بتروح تبيع الحاجه في بلد تانية خالص، وضحاياها كانوا من المنصوره والشرقيه وبالقاس والمحله وطلخه والسنبلاوين. وطلعت بعدها على طول النصابه على طنطا، وفضلت كام يوم تلف حوالين بيت وبتسال عن اللي ساكنين فيه واسمهم ايه وبتتصنت عليهم من غير ما حد ياخد باله. النصابه فضلت مستنيه لحد ما في يوم خبطت على الباب وفتحت لها بنت صغيره في مدرسه طنطا الاعداديه اسمها رشا رمزي. ولسه رشا بتسالها هي مين، النصابه على طول قالت لها انها سلوى موظفه في محل الحاج سعيد بتاع الساعات، وقالت لها ان مامتها اشترت منها ساعه ب 80 جنيه وان مامتها قالت لها تجيبها على البيت. وعشان رشا تطمن اكتر قالت لها انها لسه مقابله مامتها وهي في طريقها للشغل في شركه طنطا للزيوت والصابون، فاتاكدت رشا انها فعلا تعرف مامتها كويس. والنصابه طلبت من البنت انها تدخل تجيب وصل احمر من جيب الجاكيت بتاع مامتها من جوه عشان الحاج سعيد بيصفي الشغل ومسافر السعوديه. ورشا شافت النصابه وهي داخله الصاله فسابتها ودخلت المطبخ تجيب لها حاجه تشربها، واتسللت النصابه ودخلت اوضه النوم. وحسب الخبر كان في مسروقات سلسله وختمين وحلقين و14 لعبه وصليب كبير في حدود 5000 جنيه. وفي التحقيقات لما جابوا ابو رشا وسالوه ضحك وقال لهم غريبه جدا، لان ام رشا في اليوم ده سمعت واحده زميلتها بتتكلم وبتحذر عن الموضوع ده، فكانت عايزه تستأذن من الشغل بسرعه وتروح لرشا من البيت عشان تحذرها تاخد بالها. وبعدها على طول بفتره قصيره كانت النصابه لقت الضحيه الجديده، بس المره دي الضحيه مش اولها طفل، كان اولها طالبه في الجامعه مخطوبه واسمها هبه عبد الفتاح شعلان. والغريب انها كانت في سنه ثالثه كليه حقوق وما اخدتش بالها من اي حاجه. والمره دي دخلت عليها النصابه باسم سحر تاني وخبطت على الباب وفتحت هبه وقالت لها انها سكرتيره في مدرسه اخوها، وقالت لها اسم ابوها وشغله ايه وكل المعلومات اللي هبه تطمن بيها من ناحيتها. وقالت لها ان اخوها متهم في المدرسه انه سرق سلسله من واحده من المدرسات بتوعه، وقالت لها بصفتها صاحبه مامته والناظر صاحب باباه قرروا انهم يلموا الموضوع من غير فضايح، وان الناظر طلب منها انها تيجي البيت وتدور على السلسله المسروقه بنفسها وتديها لصاحبتها عشان تلم الموضوع. وفعلا دخلوا الاوضه وفتحت هبه علبه المجوهرات وطلبت النصابه من هبه كوبايه ميه، وراحت هبه عشان تجيب الميه وهي مصدومه من الكلام اللي قالته عن اخوها. ولما رجعت كانت النصابه قالت لها انها خلاص خدت السلسله وانها ما تقلقش خالص الموضوع مش كبير. هبه قالت في التحقيقات وحسب الخبر انها لقت علبه المجوهرات فاضيه، وقالت ان النصابه خدت كل شبكتها اللي كانت عباره عن اسوره الماظ. وده هو بالظبط اللي حصل مع هبه سعيد اللي في المرحله الاعداديه. راحت لها وقالت لها محمود اخوها متهم انه سرق كيس فلوس من المدرسه وانها جايه عشان تدور عليه ويلموا الموضوع، وقالت لها محمود اخوكي شايل كيس الفلوس في علبه الذهب بتاعت ماما. بس هبه دخلت الاوضه وراحت عشان تكلم مامتها وتقول لها اللي حصل. ولما رجعت هبه النصابه قالت لها انها ما لقتش حاجه وطلبت منها انها تنزل معاها يروحوا المدرسه عشان تطمن على اخواتها. وفعلا هبه نزلت معاها، وفي نص الطريق قالت النصابه انها لازم تصور ورق مهم للمدرسه، ودخلت المكتب وطلبت من هبه انها تروح المدرسه وتقول لهم قبل ماجده بتقول لكم ان هي ما لقتش حاجه وسيبوا محمود عشان يروح البيت. وقبل ما تطلع المدرسه راحت لخالتها في المركز الطبي وحكت لها على كل اللي حصل وانها خافت تروح المدرسه. بس اول سؤال سالته خاله هبه ليها انت اتاكدتي ان دهب ماما كله موجود قبل ما تنزلي ولا لا؟ وقالت لها لا. خالتها قالت لها يبقى الدهب اتسرق. وفعلا بالتحقيقات طلع المسروقات كانوا 3 غوايش دهب ومحبس الماظ وسلسلتين وخاتم. وهنا الموضوع كبر قوي والشرطه كانت لازم تتدخل، وشكلوا فريق بحث مكون من الرائد عاطف مروان والنقيب خالد عبد الحميد والنقيب جمال عبد العاطي، وبدا العميد سيد الشيخ والنقيب محمود عواد مهمه مناقشه الضحايا وانهم يحددوا اوصاف المتهمه دي بالظبط. وفعلا قدروا انهم يقبضوا عليها في محل لما جالهم بلاغ من محل ان في واحده ست عايزه تبيع جهاز فيديو بسعر قليل جدا مقارنه بالسعر الحقيقي ليه في السوق، وانها مستعجله ومريبه شويه
ولما سالوا عن اوصافها اتضح انها نفس الاوصاف اللي قالوها الضحايا عن النصابه. وبسرعه قبض عليها النقيب جمال عبد العاطي وخدها وفضل يلف بيها على بيوت المجني عليهم وعلى محلات الصاغه اللي بعت ليهم الذهب. وفي مكتب العميد سيد الشيخ مأمور اسم تاني طنطا كان مستنيينها عشان يحققوا معاها. وفي ظباط كانوا قاعدين من باب الفضول انهم عايزين يعرفوا مين النصابه الذكيه اللي دوختهم دي. واول ما دخلت النصابه وحسب الخبر اتقال ان شكلها ما يدلش خالص على ذكائها او الجرائم اللي هي بترتكبها، وان اول ما تشوفها تصعب عليك، وانها كانت بتلبس بلوفر صوف في عز الحر وجيب بسيطه وجزمه معفنه. واول ما بداوا يحققوا معاها فضلت تصرخ وتخبط في كل حته وهي بتصرخ وحاطه ايديها على وشها ورافضه انها تتصور تماما. واستدعوا الضحايا كلهم عشان يتعرفوا عليها، واول ما شافوها اتعرفوا عليها فورا. والاطفال فضلوا يصرخوا ويجروا ويستخبوا عند ابهاتهم وهي مصره انها بريئه وبتقول ده كتير جدا، وكل ما يسالوها عن اي حاجه تصرخ. العميد الشيخ قرر يسالها عن حياتها وظروفها العائليه وحالتها. قالت له انها خرجت من المدرسه من تانية اعدادي وابوها مشرف في التربيه والتعليم. بس الرائد عاطف مهران وهو بيحقق معاها في الموضوع عرف ان ابوها مشرف زراعي ومتجوزه كهربائي سابها وسافر دوله عربيه، وان عندها ولد وبنت. وهنا بدات تنهار وتعترف النصابه، وقالت في التحقيقات ان اول سرقه ليها عملتها بعد 3 شهور من جوازها، والكلام ده كان من 3 سنين بالظبط. وفضلت مصره على كلامها ده، وبررت اللي هي عملته انها ما كانش في حد بيصرف عليها ولا اولادها. ولما تحدد قيمه المسروقات لقوها بمبلغ 100,000 جنيه. ولما سالوها عن مكان الفلوس قالت لهم ان هم 20 بس. ولما اتسالت عن المكان اللي صرفت فيه الفلوس فضلت تصرخ وتقول انها عايزه تخش السجن وما تخرجش من السجن تاني ابدا، وما عرفوش منها اي معلومه تانيه. وفعلا لحد النهارده محدش يعرف ال100,000 جنيه اللي هي خدتهم دي شالتهم فين. اللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهره قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على اي منصه تانيه هتلاقوا اللينك في اول كومنت تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجوده في الديسكربشن تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير الحلقه لو عجبتكم. انا رامز عادل وده المغبى انجي. سلام.